انت مشكلتك انك يوم بتتكلم عن الاكتئاب، ويوم تاني تحط اقتباس كده تحفيزي تحفز بيه الناس، ويوم تالت تعمل اعلان عن جلسات، ويوم رابع بتشارك بوست تتكلم فيه عن انواع العلاج النفسي. بعد شهور النتيجه بالنسبه لك صفر، اللايكات قليله والتفاعل ضعيف والناس مش فاهمه انت متخصص في ايه بالظبط. كل شويه حد يسالك ويقول لك انت بتقدم ايه بالظبط. انت محتاج تفهم المشكله، محتاج تفهم ان انت بتنشر محتوى عشوائي مالوش هويه واضحه. تعالى بس انا هقول لك الفرق ما بين البراند القوي والمحتوى العشوائي. البراند القوي بيكون عنده الهويه الواضحه اللي انت مش قادر تحصل عليها لحد النهارده. العشوائي ما فيهوش اتجاه زي كل الغلطات اللي انت بتعملها قبل كده. البراند القوي بيجاوب بسهوله على سؤال انت مين وليه الناس تتابعك، انما المحتوى العشوائي بيخلي الناس مش فاهمه تخصصك او رسالتك. البراند القوي رسالته واضحه، العشوائي مالوش صوت ثابت. كل بوست في البراند القوي مرتبط بفكره رئيسيه، زي انا بساعد الناس اللي عندهم قلق يتعاملوا مع مخاوفهم بشكل صحي. في العشوائي بينط من موضوع لموضوع ومفيش اتجاه واضح. البراند القوي بيبني ثقه، العشوائي بيخلي الناس تنساك بسرعه. لما يكون محتواك متناسق الناس بتثق فيك اكتر وتشوفك كخبير في المجال بتاعك. البراند القوي عنده نبره ثابته، العشوائي بيتغير كل شويه. فسواء كنت بتتكلم في بوست او فيديو او لايف اسلوبك يكون واضح وثابت، لان المحتوى العشوائي بيخلي الناس مش عارفه تتوقع اسلوبك الفتره اللي جايه هيبقى شكله ازاي. البراند القوي بيجذب العملاء الصح، العشوائي بيجيب اي حد. لو واضح انت بتكلم مين الجمهور الصح هيجي لك بسهوله، لكن لو بتنشر اي حاجه هتلاقي متابعين كتير بس ما حدش فيهم مهتم بالخدمه اللي انت بتقدمها. ازاي بقى تبني براند قوي بدل العشوائي اللي انت عامله دلوقتي؟ حدد مجال التخصص بتاعك بوضوح، مش لازم تتكلم عن كل حاجه، ركز على فئه معينه انت عايز تساعدها. اختار من 3 ل 5 مواضيع اساسيه وتتكلم عنها دايما، ودي تبقى الركائز اللي البراند بتاعك بيقوم عليها. اسلوبك والنبره الثابته في المحتوى سواء كان رسمي او ودي بسيط علمي، خلي عندك طابع مميز. التصميمات والالوان الموحده في البوستات بتاعتك هتساعدك ان الهويه البصريه ليك تبقى واضحه للناس كلها. حاول تركز على القيمه قبل التسويق المباشر، والهدف الاول ليك هو انك تفيد الجمهور مش بس تبيع. من الاخر الناس بتثق في البراند القوي وبتنسى المحتوى العشوائي. لو عاوز جمهورك يعرفك ويثق فيك لازم تبني هويه واضحه وتبعد عن النشر العشوائي. شايف بقى ان انت عندك براند واضح ولا محتواك لسه عشوائي؟